السلام عليكم حبيباتي، ديروا جيم، ديروا اشتراك وما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد من عند اختكم درموله. وكملوا الفيديو راح تستفادوا بزاف بزاف، وما تنساوش تخلوا لي تعليق اذا عجبكم الفيديو صراحه. الفيديو تاع اليوم قوة، طاقة إيجابية، تحفيز لأصحاب الرجيم. تلايموا حبيباتي، المرضعة، الحامل، المريضة، الصحيحة، أرواح هنا كامل نحتاجكم. نبداو الساعة النتيجة باش نحفزكم. هنا زعما كملتي الرجيم، رجعتي صحيحة، خفيفة، رشيقة، أنيقة، رجعت لك الثقة في نفسك، تروحي تشري القش تلقاي المقاس تاعك بسهولة، كرشوشة داخلة ولا بدات تدخل، تباني صغيرة، تباني عازبة، تحسي بالنشاط. شوفي في المراية تسترجعي الصورة تاعك نهار كنتي أنيقة ولا قبل الزواج، وتقولي هذه هي فلانة تاع بكري. اللي يشوفك يقول تبدلت، صغار خاصة هذوك اللي يظلوا يعايروا فيك. يروح لك اللغلوغ ولا اللجلوج يبدا ينقص، يبدا وجهك يبان صغير، ترهلات، دهون زائدة بداو ينقصوا، والصحة رجعت، تقدري تخدمي شغلك، جسمك ماهوش ثقيل عليك، ترجعي قافزة. الله يبارك. انتي اللي راكي تقولي كل يوم نبدا وما بديتش، واش راكي تستناي؟ اول حاجة العزيمة والإرادة وطلب العون من الله. اللهم اشفيني، اللهم عافيني. وشوفوا حبيباتي كي تفرجوا قنوات تاع مجال التغذية، ماشي اللي تلقايه برك تبعيه، اقراي التعليقات واش يقولوا الناس، ثبتي روحك. كاين ناس ماهمش مختصين في هذا المجال ويفتحوا قنوات خاصة بالنظام الغذائي، وتبدا الناس تأمن بكل ما تسمع وتدير اللي قالوا لها، وممكن يضروك أكثر مما ينفعوك دون قصد، ولهذا التخصص واجب. نصيحة حبيباتي الوفيات، الوحدة قبل ما دير ريجيم دير لي زاناليز تاع فيتامين دي، لخاطر كي يكون ناقص يكون الحرق ضعيف وتكون النتائج بطيئة جدا. وثاني الغدة الدرقية، الريجيم لازم له الصبر، اصبري على روحك، ابداي وتحداي نفسك باش تقدري ديري الريجيم. لازم تكوني انتي من داخلك بغيتي تنقصي، واحد ما يقدر يقنعك. لازم تكوني انتي باغية تتبدلي، وباغية تكوني صحيحة، وباغية تكوني في منظر باهي في مناسبة ولا يوم رومانسي مع زوجك. تفكري نهار تروحي تشري القش ولا سخفتي عند روبا ولا ملابس داخلية وما تجيكش. لازم تكون عندك الإرادة، الكوراج حبيباتي. السمنة فيها غير المرض، نحي القليان نهائيا، نحي العجائن، نحي السكريات نهائيا. شوفوا حبيباتي، درك باش تقطعي السكر ضربة واحدة، كاين اللي تقول يجيني هبوط السكر وراسي يقتلني، كاين اللي تقول انا كي نقطع السكر ما نحسش روحي مليحة وما نكملش الريجيم. هذوك حبيباتي يسموهم أعراض انسحاب السكر من الجسم، ولازم تحبسيه ضربة واحدة ماشي بالتدريج. تجيك واعرة في الأول، لأنه التعود على السكر يولي كيما الإدمان، ثم يبدأ يتعود الجسم على أنه ما كانش السكر وتختفي الأعراض تدريجيا. شوفوا حبيباتي، أول يوم ابداو بيوم التنظيف، اشربوا غير السوائل، واليوم الثاني كلوا غير الخضروات مثلا. المهم شوفوا قنوات في اليوتيوب رايحين تعرفوا وتفهموا مليح مليح. كاين اللي تقول ديما حرمة روحي وما نقصتش. الريجيم ماهوش تحرمي جسمك، كولي خضر مفورة، كي تجوعي ديري نهار كولي فيه كل شيء باش تنشطي الحرق، تبعي نظام غذائي. كل ما تشوفي روحك جوعتي اشربي الماء. كاين اللي تقول ما تاكليش السكر نهائيا، حاجه صعيبه بزاف. حاولي، ما كانش حاجه صعيبه، تفوت سمانه برك بالك توالفي. كاين اللي تقول درت شحال من ريجيمات وفشلت، ديري نظام صحي توالفي تمشي بيه. ما تضليش غير تخمي في الماكله، خمي في صحتك، في مظهرك الخارجي. لازم واحد ما يقنعك، انت تقنعي روحك بروحك. ابداي بدايه جديده. كيما تبغي تاكلي كولي بشوي ومضغي مليح مليح. لازم تتحكمي في روحك وتتحكمي في شهوة الأكل، وحاولي ديري تثبيت الوزن، وماشي تشوفي روحك نقصتي ترجعي تاكلي بشراهة وتعاودي تسماني هنا ما درنا والو. حاولي ديري الصيام المتقطع، حوسي في اليوتيوب على الصيام المتقطع راح تفهمي مليح مليح. صوموا تصحوا، ما تتبعوش ريجيمات قاسية، انقصوا بشوية بشوية، لا للعجائن لا للقليان لا للسكر. هذو الكلمات لازم تقتنعي بيهم باش تقدري تبداي. المهم العزيمة والإرادة، بإذن الله توصلي لوين بغيتي. الماء لازم ديما تشربي على الأقل 2 لترات، بصح متفرقة ماشي ضربة واحدة. تفكري باللي على جال صحتك ثم صحتك. وشوفوا حبيباتي، لازم ديري صينية تاعك وحدك، ما تاكليش مع العائلة، خاصة إذا ما قدرتيش تتحكمي في كرشك ولا الشهية تاعك. ديري طيابك وحدك. إذا تقدري تتحكمي في كرشك معليش كولي معاهم بكمية أقل من تاعهم، كولي ولكن بقدر، وتبعي نظام غذائي تمشي عليه. ديري التوابل اللي يشينوا في غذائك، مثلا ملح، زنجبيل، كركم. وجامي ديري الطماطم المصبرة.
على بالي الريجيم مع العائله صعيب، كاين اللي خطرات سمان وخطرات ضعاف، بصح واش ديري تفكري صحتك. وشوفوا حبيباتي، الايامات الاولى صح تتعذبوا شويه، بصح يفوتوا 10 ايام تلقاي روحك والفتي، تلقاي روحك نقصتي، تزيدي تتحمسي اكثر واكثر. كاين اللي يتشهاو الحلاوه، لازم الحلو يكون وساعه تحط نص مغرف في فمها وتندم. لا للسكريات، نقصوا السكر، نحيوا السكر، نحوا الحلويات نهائيا. لا خير في لذة يتبعها الندم. صحتك ثم صحتك. شوفوا حبيباتي، ديروا لي زاناليز، بالك عندك الحديد ولا المغنيسيوم، هذو هما المعادن اللي ربما خلاوك تتشهاي الحلو، وبعد ما تداوي تولي عفوا تاخذي مكملات غذائيه راح تحسي روحك ما تحبيش الحلو نهائيا. وشوفوا حبيباتي، درك كل وحده كيفاه كانت تسمي روحها. كاين اللي كانت تقول على روحها فيله، كاين اللي كانت تقول دبه ونقصت وراحوا خدودي، راح الوجه الممتلئ. معليش، المهم تكوني صحيحه، والجمال كاين المكياج. المهم تروح الكرش وترجعي خفيفه وصحيحه. نقصي العجائن، الخبز، السكريات، العبي رياضه، اشربي اتزانات. المعده اعطيها 15 يوم على نظام صحي رايحه تشياني. وشوفوا حبيباتي، كاين اللي تنقص من كل شيء غير الكرش ويتيح لها المورال، وتبدا نهار كامل واقفه عند المرايه تهز كرشها وتقول عليه كامل نقصو غير انتيا. ما تقلقيش، اعطيها وقت وتقبلي الكرش تاعك. بالك عندك الغده الكظريه ولا مصران منفوخ، ما تسرعيش، كل شيء لازم له الصبر ووقت. ان الله يحب الصابرين. وبلا ما ننساو الدعاء. المهم كما قلت لكم حبيباتي، الريجيم واحد ما يقدر يقول لك ديريه ولا ما ديريش، هذه قناعه شخصيه، لازم تكوني انتي من داخلك مقتنعه به باش توصلي للمظهر ولا للصحه اللي بغيتيها. وما تنساوش حبيباتي، السمنه تخليك تباني اكثر من عمرك. اذا وصلتوا حتى لهنا يعني الفيديو نال اعجابكم بزاف مالا حبيباتي، ما تنساوش تخلوا لي اللايك والتعليق، حطوا لي كاش نصائح تعرفوهم، شاركوني ارائكم نصائحكم. واللي دخلت جديده مرحبا بك حبيبتي، ما تنسيش تفعلي زر الجرس باش يوصلك كل جديد. وهذه هي حبيباتي، وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما عليا غير نقول لكم بقاو على خير ومع السلامه. اختكم درموله.